السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم غادي نحضر معكم كيك ديال التفاح، وماشي أي كيك اللي كتجي رائعة شكلا ومذاقا. مكونات اللي سهلة وبسيطة والطريقة اللي سهلة. نتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم وتجربوها، وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. نبداو على بركه الله. في واحد لوبول غادي نوضع واحد شويه ديال الملحه، غنضيف ليه 3 ديال البيضات الحجم ديالهم متوسط، غنضيف كاس الا ربع ديال سكر سنيده، ونضيف كيس ديال سكر فاني. بالنسبه للعبار راه كنعبر بالكاس ديال العنبه، يعني كاس الا ربع ديال الكاس ديال العنبه. غادي نضرب المكونات ديالي مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالهم وكيصبح اللون ديالهم ابيض. من بعد غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت، غادي نزيد نطرب الخليط ديالي، وغادي نضيف كاس الا ربع ديال الحليب اللي يكون بارد. ممكن انكم تعوضوا الحليب بياغورت ديال الفاني ولا ديال الموز. صافي غير كينسجم ليا الحليب مع باقي المكونات. غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق كنضيف 2 كيسان ونص ديال الدقيق، وكنضيفوه تدريجيا. وغادي نضيف 2 اكياس ديال خميره الحلويات. نخلطوا الخليط ديالنا، وبالنسبه للقوام ديالو خاصو يكون ثقيل. خديت هنايا المول ديال الزاج اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودخلته للثلاجه. بالنسبه للمول يعني راه عندي مول متوسط، يعني ما كبيرش بزاف. غادي نوضع الخليط ديالي في المول، وغادي نوضعو جانبا. غادي ناخذ هنايا 2 تفاحات الحجم ديالهم صغير، وغادي نحكهم في الحكاكه الغليظه بالقشور ديالهم. من بعد ما حكيتهم غنضيف لهم معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغنضيف لهم واحد الكميه ديال اللوز اللي طحنته بالقشره ديالو. ممكن تعوضوا اللوز بكاوكاو كونكاسي ولا اللوز كونكاسي. كنخلط التفاح ديالي مع السكر سنيده ومع داك اللوز، وكنبدا نوزعو فوق الخليط ديالي. كنوزعوه غير بالخاطر باش التفاح ديالنا ما يهبط ليناش لتحت. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. من بعد غادي نرش عليهم السكر ديال سنيده، ونرش عليهم واحد الكميه ديال القرفه. راه كيجي واحد الخليط زوين ما بين القرفه والتفاح، كيعطينا واحد المذاق وواحد الريحه اللي زوينه. من بعد غندخل الكيك ديالي الفران اللي مسخن من قبل من الاسفل حتى كطيب، عاد كنشعلوا ليها الفوق باش تحمر. من بعد ما خرجتها من الفران كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. هنا ممكن تخليوها كما هي، او ممكن تزينوها بالعسل او بالمربى. انا هنايا زينتها بشويه ديال العسل وبشويه ديال الشوكولاط اللي ذوبته. كتجي واحد المذاق اللي رائع، وكتجي عندنا كيك اللي طالعه. كنصحكم باش انكم تجربوها. غادي نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، واخا راه باقا سخونه، يعني مازال ما خليتهاش تبرد مزيان. هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من الداخل. راه كيجي كيك اللي كيجي طالع وخفيفه من الداخل. وبالنسبه للتزيين راه كيما قلت لكم كيبقى التزيين اختياري، ممكن انكم تخليوها كما هي. راه هذاك التفاح اللي من الفوق راه هو اللي كيعطي هذاك المنظر زوين. وكيكون هذا الفيديو ديالنا ديال اليوم، وكنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالتعليقات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.